السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم بهذا الكاطو كاقتراح لحلويات العيد ان شاء الله. الوصفه هذه خدمتها لي عشاق الليمون اللي يحبوا القارص كامل، على بالي راح تعجبهم. كما تشوفوا في الديكور تاعو جا ما شاء الله. هنا راح نقسم معكم حبه، واللون درتو في الصفر خاطر الحشو يكون اصفر هكا باش نمدو تناسق في الذوق وفي اللون. وشوفوا الحبه كيفاش جات من الداخل. كنت خدمت غير حبات برك، بارطاجيهم معكم في القناه. كي عجبتني البنه قلت خلي نحط لهم الوصفه. نذوبوا شوكولا في جيكا ودادا مال فنخدم بها، ذوبتها على حمامه ما تزيدوا لها والو، نديروا غير ملون خاص بالشوكولا هكا باش نحصلوا على اللون اللي حبيناه. هنا نتوما تحكموا في درجات اللون، سواء فونسي ولا كلار كيما تحبوا. وكي تلقاو الملون تاعكم في القرعه جامد ما تخافوش منه يا البنات، هزوا بالكاع تاع المغرف ولا هزوا بالكيردو كيما راني ندير انا، وتضيفوه على الشوكولا اكيد راح يتحل وتحصلوا على اللون اللي تحبوا. عندي المول هذا تاع السيليكون شكل قلب راح نخدم به. نهزوا الشوكولا تاعنا اللي ذوبناها ودرنا لها ملون اصفر خاص بالشوكولا. كما قلت لكم ما ديروا مونكي حتى حاجه راح تفسد الشوكولا، لازم ملون سبيسيال تاع الشوكولا هكذا، سيرتو المبتدئات اللي بغاو يلونوا الشوكولا تاعهم. هزيت بالمغرف كما قلت لكم وبديت نصب في هذوك القلوب، وراح نمشي بالبانسو هكذا ونركز على لي كوتي. علاه نركزوا على لي كوتي؟ باش من بعد كي نحيو الحبه تكون مفينيه ما تكونش رقيقه وتتكسر معاكم. نديرو الطبقه الاولى نديروها في الكونجيلاتور تجمد، بعد نجبدو هذاك المول ونزيدو له الطبقه الثانيه نتاع الشوكولا. اللي هنا راح ندير 3 طبقات ونتحصل على الحبه تكون خشينه مفينيه مليحه. ونفس الطريقه خدموها مع اي مول تاع سيليكون توفر عندنا. وشي هو نصيحه، الشوكولا اللي تخدموا بها اللي هنا في المول تاع سيليكون ما تزيدوا لها حتى حاجه، ما تزيدوا لها لا الزيت لا حتى اضافه، غير الملون هذا ما كان. هنا بعد ما جمد راني راح نزيد له الطبقه الثانيه، ومن بعد نردو يجمد في الكونجيلاتور نزيد الطبقه الثالثه. كي تكملوا 3 طبقات تاعكم، بغيتوا تحشيو الكاطو تاعكم هكذا في المول، بغيتوا ديموليوه كيما ندير انا، ومن بعد تحشيوه لكم الاختيار. راني قربت الفيديو هكا باش نوضح مليح مليح المبتدئات اللي بغاو يبداو مشروع الحلويات. شوف كيف راني نخدم تقريبا، ركز على لي كوتي وديروا ثاني في النص باش ما تجيكمش طبقه رقيقه. والحشو اختياري يا البنات، انا خيرت اني نحشيه هكذا وانتم كيما تحبوا، كل وحده على حسب الذوق اللي بغات. بغيتوا تخدموا كريمه الليمون، بغيتوا تشريو سوبر كريم كيما درت انا، بغيتوا ديروا اي حشو نورمال. نبداو نحيو الحبات هكذا من المول. وشي هو سيسوه لا تقطعوه بهذاك الموس. تفوتوا تنحيو المول تاع السيليكون على الحبات تاع الشوكولا هكذا صاي، يعني الحبه راهي نجحت معاكم وراح تسيسوها برك تتنحى نورمال. كنت جربت غير حبات تاع كاطو برك قلت نبارطاجيهم في القناه. كي جربته ولقيته بنين قلت خليه هكا بالك يستفادوا، بالك كاين اللي يشتي انه هذا من الكاطو ولا خاطر الداخل ما فيش حشو، تقريبا الحشو تاعو غير سوبر كريم وطوفيا. ومن بعد تكملوا في الفيديو تشوفوا كيف خدمته. هنا شوفوا كيف راني نديمولي بسياسه. خلاص قلت لكم يا البنات اللي بغات تخدم الكاطو لازم يكون عندها طولة البال، ولازم تسايس الحبات تاعها باش يخرجوا حبه قيس اختها. هنا بعد ما نحيت الحبه هذيك شوفوا يعني مام في النص وجاتني شويه رقيقه، علاه نقول لكم الشوكولا حاولوا ديروا كونتيتي مليحه. وهنا راح نزيد نبارطاجي معكم هذه الحبه باش تزيدوا تشوفوا مليح مليح الطريقه كيفاه تنحيو من ليمول. والمول هذا بالذات جا شويه يابس، ماهوش كيما المول تاع السيليكون اللي والفت نخدم بيهم، يجوا طريين وسهلين يعني نديموليهم عادي. زدت جربت معاكم الحبه هكا يعني على السريع باش تشوفوا الطريقه. نفوتوا للحشو اللي هنا عندي سوبر كريم ذوق الليمون. نحي 2 مغارف كبار ونديرهم في هذاك الصحنه، وراح نضيف لهم منكه الليمون باش نعززوا النكهه تاع القارص. يعني اللي يحب القارص وبغى يستمتع بهذاك الذوق يزيد لاروم. ديما ننصحكم في لي سوبر كريم هذو ايقو زيدوا لهم المنكه تاعو، ودرك تشوفوا تتحصلوا على اللون والذوق يكون قاطع بزاف كيما نقولوا مدوزي. هنا نخلط مليح مليح باش يندمجوا المكونات مع بعضهم. وعندي ثاني طوفيا، الطبقه الاولى راح نديرها سوبر كريم، الطبقه الثانيه نديرها طوفيا. القاعده راح نديرها بالقطايف هذو محمصين ومرحيين وكاوكاو محمص ومرحي، ونلمهم شوكولا وبتيلا، شوكولا تارتيني وبتيلا كما تشوفوا في الصوره. واللي هنا زدت لها نص مغرف تاع طوفيا كراميل، بصح ننصحكم طوفيا ما ديروهاش في القاعده يا البنات، خاطر من بعد تخلي لكم القاعده طريه. ديروا شوكولا تارتيني برك باش تقعد القاعده حكمه روحها. نديرو في الكيس الحلواني سوبر كريم هذاك اللي خلطته مع لاروم تاع القارص، ونديروه كطبقه اولى، والطبقه الثانيه عندي طوفيا كراميل. انا كنت معوله ندير 3 طبقات، في الاخر المول جا صغير يعني ما يهزش الحشو نهائيا.
وانتوما ديروا الحشو اللي تحبوه كيما بغيتو، سواء ديروا كاوكاو، جوز، لوز، قطايف، واش بغيتو ديروا نورمال. والقاعده بغيتو ديروها كيما درتها انا عباره على بنيون، ولا ديروها صابلي. الحشو قلت نديرو مختلف شويه، ديما مالفين نحشيو بالكاوكاو، قطايف، جوز، لوز، ليسونسيال كل واحد كيفاه. قلت نبدل، خلي ندير سوبر كرام وطوفيا كراميل، وجا البنين يهبل. القاعده اللي هنا شوفوا كيف نخدموها، نجيبوا طابع تاع الصابلي نحطوه هكا على ورق الزبده، ونجيبوا الحشو نحطوه في الطابع هذاك، ونمشيوه هكا بالمغرف تكون صغيره حتى نتحصلوا على الشكل يكون متحوف، وتجي الحبه ملسه تجي قد. في هذه المرحله كي تكملوا الحبات تاعكم كامل ديروهم في الكونجيلاتور. وكما قلت لكم قبيله، الطوفيه استغناو عليها في المرحله هذه، ما ديروهاش في الخليط هذا باش ما تجيكمش القاعده طريه كما جاتني انا. كي ديروا شوكولاته تارتيني برك اكيد تجيكم يابسه وحكمه روحها، وما الكاطو يقعد برا نورمال ما راح تذوب القاعده هذيك ما والو، تقعد هي. هذه الحبات راه ساهل التشكيل تاعهم كما راكم تشوفوا، حتى كي تنحيو الطابع تقدروا تعدلوهم بالمغرف تاع القهوه تحصلوا على الشكل يجي متحوف. هنا نرجعوا للحبات هذوك تاع الشوكولا اللي خدمنا، لازم نديروا المرحله هذه خاطر من بعد كي تقلبوا الحبه على القاعده راح تسيح لكم الطوفيه كامل، يعني لهنا لازم نقفلوها. كي تكملوا تقفلوا بالطبقه هذه الاخرى، من الافضل تزيدوا ديروا الشوكولا الصفراء اللي كنا خدمنا بها في المول تاع السيليكون، غير تمسحوه كامل الفوق باش تاكدوا باللي الطوفيه ما راحش تخرج نهائيا، ثم تكونوا قفلتوها صح. شوفوا الحبات كي جمدوا كيف هزيتهم عادي خلاص. لهنا الورد هذا راح نديكوري بيه، وعندي ورقه ذهبيه، وعندي الجليكوز انا شريته كذا واجد، راح نذوبه مع شويه تاع الماء ديروا غير قطرات، درتوه هكا في الكاسرونه حتى نذاب مليح، خليته حتى نبرد وبديت نديكوري به. درك نهز الحبات هذوك تاع الشوكولا اللي كنت حشيتهم ونحطهم على القاعده. من الافضل ديروا شويه تاع شوكولا وتلصقوا بها، انا هنا كي عدرتهم للدار برك غير حطيتهم هذا مكان. وديما البريد تاع الحلويات هذا تحسبوهم من 11 الف وطلع، سيرتو كي تكون القاعده هكذا بنيون ما تكونش صابلي، كي تكون صابلي حسبوهم من 10,000 وطلع. وانتم اكيد راكم ديروا البري على حساب السلعه اللي شريتوها، على حساب المنطقه اللي راكم تسلعوا فيها منها، خاطر كل حانوت كيفاه تبيع. رجعوا للجليكوز هذاك اللي ذوبناه مع شويه تاع الماء، خليته حتى برد كما قلت لكم، ولحتوه كاع الحبات تاع الشوكولا. لازم يبرد يا البنات، خاطر كان يكون سخون اكيد راح تذوب الشوكولا وتفسد الحبه ويبان الحشو اللي لداخل. نجيب الورقه الذهبيه ونحطوها في هذاك الجليكوز، ونمشيو بالكردو هكا باش نديرو الديكور اللي حبيناه. ونجيبو ثاني الوردات هذو الالوان اللي حبيتو على حساب يعني الكاطو اللي درتو. هنا درت الصفر والباج هكا يمشيو مع بعضهم، وقلت نكاسي اللون من بعد بشويه وردات حمر. تقدروا ديروا بابيونا تاع عجين السكر ولا ورده من عجين السكر كيما تحبوا، انا غير اقترحت عليكم الفكره والديكور اختياري. وهذا هو الكاطو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تجربوه يعجبكم وتنجحوا فيه. بقى لي غير نقول لكم في امان الله، السلام عليكم.